ايامك يا الاربعه كان موسم ولا حركه والخسر لا عاود بقى. بعد الحلقة الأولى اللي حاولنا من خلالها فتح نافذة للإطلال على تاريخ صخور حامنة، خاصة موسم سيدي عمر، والذي لا زال يحتاج منا لمزيد من النبش حماية لذاكرتنا الجماعية. في انتظار ذلك سنقوم وإياكم برحلة تفاصيل الدورة 16 لمهرجان طلبة والرما والخيالة، اللي أصبح السمة المميزة لهذه الجماعة الصغيرة نظرا لما يخلقه من إشعاع إقليمي ووطني وصل صداه لكل الأرجاء. منير الحسيني رئيس جمعية رحمنا للموروث الثقافي والبيئي، لقاءنا معاه كشف لنا الوصفة السحرية لمهرجان طلبة والرما والخيالة. بالنسبه للسر ديال هذا المهرجان هو تركزنا على حويجات اننا جوده ديال المحرك، جوده ديال الصورات، وكذلك نخلقوا واحد الفضاء مريح لزوار وجمهور الفن التبوريض. لا يختلف اثنان من أن مهرجان طلبة والرما والخيالة بصخور حامنة فات رقما مهما في مهرجانات تبوريضة بالمغرب، نظرا للقيمة التنظيمية العالية التي تميزه وتحفز كثير من الصربات الوطنية على المشاركة فيه. حاجه كتواجد دابا في الموسم ديال درب الصخور عامات بن موسم في المستوى بالنسبه لهذا العام اللي كنعرفو هنا، اللي بان لي انا على شي الموسم ديال شيدلين ارفع موسم هو الموسم ديال الصخور. وهذا الموسم تبارك الله خير ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خير ربي وكل الناس كتفرج، كل الناس ناشطه والحمد لله. شهادات المشاركين والجمهور بقدر ما تمنح للمنظمين راحة نفسية بقدر ما تجعلهم أمام تحدي تجويد التظاهرات في الدورات القادمة، حتى يشتغل هذا وهذا ويسمع ذوي البنادق مرة أخرى. جريدة فور تنمية وخلال تغطيتها للدورة 16 لمهرجان طلبة والرما والخيالة حاولنا نعيش معهم بعض التفاصيل الملتصقة بالمهرجان، انطلاقا من توزيع البارود ووصولا للطلقة الختامية. هذه اللجنه تكون تحت اشراف السلطه المحليه وتيكونوا فيها مجموعه ديال يعني ممثلين ديال واحد المجموعه ديال المصالح امنيه وكذلك ممثل ديال الجمعيه. هذه العمليه يوميا تقريبا نقوم بها من اجل اننا نوزعوا هذه الماده بالطرق اللي هي قانونيه وفق ما هو متعارف عليه قانونيا، وباش نحرصوا على السلامه ديال الخياله وكذلك السلامه ديال كاع الناس اللي هما كيكونوا عندهم علاقه مباشره او لا غير مباشره بهذه الماده ديال البارود. سلامة الخيالة أو البردية كما يصطلح عليه هي من الأمور اللي حرصت عليها الجهات المنظمة للمهرجان من خلال توفير خيمة تابعة لوزارة الصحة مع تواجد دائم لسيارة الإسعاف تحسبا لأي طارئ. دورها جماعة صخور حامنة الشريك المهم لجمعية رحمنا للموروث الثقافي والبيئي، كان عندها دور حيوي في إنجاح هذه التظاهرة فضل الدعم المادي واللوجستيكي اللي وفرته للمهرجان. هو الأمر اللي اعتبره رئيس الجماعة مصطفى الروماني واجب، مؤكدا على أهمية إنجاح تظاهرات من هذا الحجم نظرا لما تخلقه من إشعاع للمنطقة، مشيدا بدور الجمعية في الحفاظ على الموروث الثقافي للصخور والرحامنة، وأضاف أن المهرجان هو فعل خير. احنا لا يهمنا شيء، ما يهمنا الا نهضوا بهذه البلاد، ما تبقاش هذه البلاد مغونه. اليوم بين الابواب تحل هذه المنطقه بين الكل من بعيد ومن قريب يساندنا، حنا موجودين، الابواب ديالنا مفتوحه، ما الا ربقوا بهذه البلاد باش تزيد لقدام. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.